لو انت لسه منتظر من الحلقه اللي فاتت فانا كده عرفت ان انت بتحب مجال التصوير. يلا نبدا. اهلا بكم في حلقه جديده. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا لو انت حابب مجال التصوير. هيكون في بعض الاسئله وهنجاوب عليها زي ازاي تختار اول كاميرا ليك، واختيار اول كاميرا ليك بتكون خطوه كبيره جدا. في الحلقه دي هنتكلم عن انواع الكاميرات واهم النصايح علشان تبدا بطريقه صح. ليه اختيار اول كاميرا مهم؟ قبل ما نبدا لازم تعرف ان الكاميرا مش هي اللي بتعمل المصور، لكن اختيار كاميرا مناسبه ممكن يسهل عليك البدايه، ومهما كانت ميزانيتك ففي حاجات كتير هتناسبك. طيب انواع الكاميرات المناسبه للمبتدئين ايه؟ في كاميرات كتير مناسبه وهنقسمهم لحاجتين: كاميرات ميمورلس وكاميرات DSLR. ومش عايزك تشغل بالك بالكلام ده دلوقتي وهنخش فيه بعد. ازاي بقى تختار الكاميرا؟ هنا بقى عندنا شويه حاجات لازم نفكر فيهم قبل ما نختار الكاميرا. 1. الميزانيه. لو الميزانيه محدوده ممكن تبدا بكاميرا مستعمله. 2. سهوله الاستخدام. الكاميرا لازم تكون سهله ليك عشان تعرف تستخدمها. 3. العدسات المتاحة. اختار نوع كاميرا يكون بتقدر تغير لللينسات او العدسات ويكون سعرها مناسب. 4. جودة الفيديو. لو هتقدم محتوى فيديو جنب مجال التصوير بتاعك. ممكن واحد دلوقتي يجي يسألني سؤال ويقول لي ترشح لي انهي كاميرا افضل، وهنا ارشح لك بعض الكاميرات. عندنا كانون بتقدم لنا كاميرات للمبتدئين زي 4000 دي و2000 دي و600 دي و650 دي. دي كاميرات للمبتدئين. وعندنا نيكون برضو بتقدم لنا شوية كاميرات للمبتدئين زي 3500 5100 5200 5300 5500. طيب انا قلت لكم ان انا هقول لكم في الفيديو ده انهي كاميرا انا بدات بيها. اول كاميرا بدات بيها كانت كاميرا نيكون 5100، دي اول كاميرا اشتريتها. تاني كاميرا بعدها على طول كانت 5300. طب تالت كاميرا كانت 5500. هل لاحظت فرق في الثلاثه؟ مش عايزك تركز على الكلام ده خالص في البدايه. الاحسن كانون ولا نيكون؟ ده سؤال محير اغلب الناس، يعني اختار كانون ولا اختار نيكون ولا اختار سوني؟ حاليا انا بقيت يوزر سوني، انا حاليا بصور بكاميرا سوني، لكن لما بدات بنيكون. طب اني افضل نيكون ولا كانون؟ برضو في الحالتين مش هقدر اجاوبك على السؤال ده لان السؤال ده فيه شرح فيه طويل جدا. طب ممكن اختار ايه افضل؟ برضو انا جربت الاثنين، كانون والنيكون، الاثنين بيقدموا نفس المستوى الا في فروقات بسيطه بقى شويه زي الشارب. نيكون طبعا شارب كويس جدا، كانون الوان ممتازه جدا في حته الالوان. في حاجات بقى عايزك تاخد بالك منها علشان اغلب المبتدئين بيقعوا فيها. تعال نتكلم فيها. ان انت ممكن تشتري كاميرا غاليه وانت مش هتعرف تستخدمها ازاي. ممكن تشتري كاميرا اللي هو البادي غالي وتأهمل في موضوع العدسات او الاضاءات او الملحقات بتاع التصوير عامه. ثالث حاجه الاعتماد الكامل على الكاميرا بدون انت ما تطور مهاراتك. والفيديو ده كان حاجه عن اختيار اول كاميرا للمبتدئين. احب افكرك ان الكاميرا هي بدايه رحلتك بس. وحاجه تاني مهمه زي اللي قلت لك في الفيديو اللي فات، ان انت تصور كتير وتطور من نفسك. لو انت عايزني اساعدك في حاجه او محتار في ان انت تختار نوع كاميرا معين ممكن تكتب لي في الكومنت عن الكاميرا اللي انت حاببها او حابب تصور بيها واقول لك مميزاتها وعيوبها. وما تنساش طبعا اللايك والاشتراك عشان ده هيفرق معايا جدا. يلا سلام.